السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مروة مصطفى. هنعمل النهاردة معاكم العدس. انتوا عارفين طبعا ان الشتاء بيحب العدس والعدس بيحب الشتاء. جايبة نص كيلو عدس، هحط عليه 2 جزر وبصلتين وطماطم. هحط يعني ده اختياري، براحتك، عايز تحطي 2 طماطميتين براحتك، 3 انا هحط 3. وحط 10 فصوص توم. نسمي الله بقى يلا كده معانا. اروح جايبة الحلة واروح حاطة العسل. طبعا انا غسلاه قبل ما اغسله، نقيته كويس جدا وغسلته وصفيته. واروح جايبة المية، بسم الله. طبعا يعني المية ديت يعني مش كتير قوي. واروح حاطة الحاجة بتاعتي، هي هتحتاج شوية مية كمان، هزود مية. شايفين التقطيع اللي مقطعها ازاي؟ التقطيع ده يعني عادي براحتك. واروح اولع عليه على النار. ولعنا طبعا على العدس، بس قلت لكم ازود شويه ميه بس كده كفايه. واروح مغطيه بقى عليه يغلي، وبعد كده اشيل الريم من عليه كده واروح بقى ايه مغطيه. وارجع لكم تاني. العدس اهو بقى بدأ يغلي اهوت، واشيل بقى الريم من عليه كده، ويكون مثلا جنبي طبق او حاجه او الحوض، واروح ايه رمي الريم بقى دوت. وبعد كده اروح بقى ايه موطيه، وتلت ساعه كده وايه نبص عليه ايه تاني. خلاص كده شلنا الريم كله، وتلت ساعه وايه هنبص عليه. نقلب تقليبه كده من على الوش كده ونغطي عليه. ورجعت لكم تاني بعد ما استوى بقى خلاص وطفيت عليه. هعمله بقى بالهاند بلندر. بس كده خلاص هنصفيه بقى. اللي ما عندهاش طبعا الهاند بلندر مش شرط، يعني عادي ممكن تضربيه في الخلاط. اروح جايبه كده المصفى، بسم الله، واروح مصفيه. بسم الله. سهل يا جماعه جدا والله، ومفيد قوي قوي قوي. بس كده صفيناه كده خلاص. بصوا بصوا في ايه حبة التفل دوت كده خلاص. هغسل بقى الحلة عشان ايه اشوح البصلاية. وعملنا بقى البصل هنضربه ضربتين، يعني مش يكون خشن ولا ناعم قوي يعني كده كويس. بصوا عاملة ازاي، هوريها لكم. عملنا البصلاية وننزل بالايه
بالبصلايه مع معلقتين سمنه، واقلبها تقلبتين كده شويتين، يعني مش نديها لون ولا حاجه، لا تدبل بس. الريحه مش قادره اقول لكم طبعا عامله ازاي، جميله جدا. والبصلايه اصلا يعني بتدي طعم للعدس، بتحلي العدس بيكون جميل. بصوا يا جماعه، خلي بالكم عشان خاطر مش عايزه تاخد لون، انا بخليها تدبل. خلصنا كده، اروح بقى حاطه العدس. بسم الله. بس كده. هحط بقى الملح والفلفل الاسود وشويه شطه بكمون او كمون بس، يعني لو مش عندك خلطه عادي كده. واروح مقلبه من على الوش، اقلب من على الوش مش تقلبي من تحت عشان مش يلزق معاكي، بالراحه كده. وطبعا تظبطي الحدق بتاعك، شوف الملح بتاعك ايه يعني. هظبط الملح بتاعي. انا طبعا مولعه على الطاسه بتاعتي عشان احمر الشعريه، واغطي عليه واسيح السمنه وانزل بالشعريه بتاعتي. لا بس تفتح. هي خلاص اهيت ساحت. وانزل بالشعريه، حبه شعريه صغيرين مش كتير عشان مش تتقل معايا وتكون تقيله قوي. واحمرها لون ذهبي عشان مش يعني ايه، مش تكون ممرره او كده، ما بحبش. بصوا لونها بقى عامل ازاي. بس كده، واروح ايه اقفل عليه. لونها جميل جدا. واروح نازله عليها. انا طافيه خلي بالكم، بس انا عشان ايه مفيش حاجه اللون كله يكون واحد. اروح نازله عليها. بسم الله. نازله عليها بقى على العدس. اقلب ايه من على الوش كده وتقلبتين، واروح قافله عليها. انا والعدس بيستوي حمرت رغيفين عيش تحت الشوايه كده وقطعتهم بالمنظر دوت. واروح بقى جايبه ايه، اروح بقى ايه ساقيه العدس، ساقيه العيش لخبطتوني. بس الفتة بتاعت العدس انا دايما بحب اعملها الصراحة ايه مع العدس، يعني بيكون جميل جدا.
بس كده، وبروح مغطية عليها. وكده يبقى خلصنا اكلتنا النهارده. بس عاوزه اقول لكم على حاجه يا جماعه، وانتوا بتعملوا يعني مش تكتروا في الشعريه قوي، علشان خاطر الشعريه كده كده بتتقل العدس، وانتوا بتاكلوها مش تكون تقيله معاكم قوي. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تعملوا اعجاب وتفعلوا الجرس وتشتركوا في القناه، ودعوه حلوه منكم. مع السلامه.